اهلا بيكم في قناة اكلة ترندي. النهاردة بقى هنعمل لكم صينية فراخ بالخضار كده تحفة. شايفين شكلها يفتح النفس ازاي؟ الفراخ مشوية بطريقة حلوة قوي، تتبيلتها روعة. الخضار اللي تحتها بيبقى دايب دايب دوب. هتسيبوا كده الفراخ الجميلة دي وتاكلوا من الخضار. شايفين شكلها تحفة ازاي؟ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير. هنحتاج للصينية دي خضار كده مشكل. الخضار بقى المتوفر عندنا، انا هستخدم هنا البطاطس والكوسة والفلفل الاحمر والبروكلي والجزر والبصل. انا استخدمت بصل ابيض، في ذرة هنا. اي بقى خضار عندنا بنحبه نقدر نحطه في الصينية دي. استخدمت كمان فلفل اخضر. هنبدأ بقى هنقطع الكوسة بالشكل ده بالطول كده نصين، وبعدين نقطع النص كمان. شايفين بالشكل ده. نوسع لنفسنا كده شوية. البطاطس بقى هنقطعها برضو بالطول نفس الشكل، نفس الكوسة زي الويتشز كده. ده الشكل اللي انا عاوزاه. اقطع كمان واحدة. الطريقة دي حلوة قوي في الفراخ، وتجديد في طريقة شوي الفراخ، انها طبعا بتطلع صحية ومفيدة جدا جدا، والولاد هيحبوا ياكلوا الفراخ لو عملتوها بالطريقة دي. البصل بقى هنقطعه جوانح زي ما انتوا شايفين الشكل كده. ده الشكل اللي انا عاوزاه. اقطع النص التاني. هنشيل احسن الخضار المتقطع ده عشان نوسع مكان للتقطيع. دلوقتي بقى هنقطع الفلفل الاحمر. لو عندنا فلفل اخضر بس مفيش مشكله، بس الفلفل بيدي طعم حلو قوي في الصينيه في الفرن. الخضار كله مع بعض كده بياخد ويدي مع بعض، بيدي طعم جميل. هنقطعه بنفس التقطيع كده شرايح زي ما حضراتكم شايفين الشكل كده اللي انا عاوزاه. خلي بالنا واحنا بنقطع عشان صوابعنا. ده شكله كده. هنقطع الفلفل الاخضر بنفس التقطيع. طبعا الاكله دي سهله جدا وما بتاخدش اي وقت ولا مجهود، يعني ممكن لو حضراتكم اي حد فيكم بيشتغل ممكن يجهزها بسرعة جدا. اول ما يجي كده ويحطها في الفرن تستوي بسرعة، ما بتاخدش وقت، بتطلع كده شكلها حلو كده على السفرة، ونخلصها بسرعة وما بتاخدش مجهود. يعني لو مستعجلين كده وحابين تعملوا أكلة سريعة ولذيذة في نفس الوقت. ده الذرة طبعا انا مقطعها. هنقطع الجزر، هقطعه كده نصين حسب طبعا حجم الجزر عندنا قد ايه، وبعدين هنقطعه نفس تقطيعة الكوسة. نحاول نخلي الخضار كله نفس التقطيع بحيث يستوي مع بعض. ده شكله كده صوابع. البروكلي طبعا من احلى الخضروات اللي ممكن ناكلها، مفيدة جدا وصحية. هنبدأ نفصصها كده بعد ما قطعنا الجزء اللي تحت طبعا، عشان الجزء اللي تحت ده بيبقى ناشف شوية، حتى بيدي لون حلو كده في الصينية وبيفتح النفس. وطبعا في بروتين، في حاجات تانية كتير جميلة لازم نتعود ناكله لو متوفر عندنا. طبعا عندنا ليمونة هنقطعها شرايح برضو. لو عندنا ليمون اصفر ممكن نقطعه شرايح بيطلع طعمه حلو، بس ده المتوفر عندي الليمون الاخضر.
نقطع واحدة كمان. شايفين الخضار شكله حلو ازاي؟ طبعا الصينية انا حطيت تحت ورق زبدة، بنقلب الخضار كله مع بعضه كده. شايفين شكله حلو جدا وهو حتى ني. دلوقتي بقى هنرش عليه معلقة من الملح كبيرة، معلقة من البابريكا كبيرة، معلقة من الفلفل الأسود معلقة كبيرة، ومعلقة من زيت الزيتون. شايفين أنا مش مستخدمة دهون كتير. ومعلقة كبيرة من الريحان المجفف. ونقلب كده عشان البهارات كلها تختلط مع بعض والخضار يشرب البهارات كلها. نقلب كويس وبعدين نفرد الخضار في الصينية ونسيبها على جنب، ونستخدم بقى الفراخ نتبلها. عندنا هنا فرختين نقطعهم نص بالشكل ده، هنحط عليهم كوباية بصل مفروم، كوباية طماطم عصير طماطم، نص كوباية من الصلصة، معلقة كبيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الكزبرة ناشفة، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقتين من الشطة الحمراء، معلقتين كبار شطة مفرومة، معلقة كبيرة من الكركم، معلقتين من الملح. شايفين البهارات دي كلها بتدي طعم تحفة في الفراخ. ونحط طبعا عصرتين ليمون. انا الفراخ هنا مقطعهم نص من الظهر بالطول. اهم حاجة نتبلها بقى كويس، نخلط كل المكونات مع بعض كده مع الفراخ. ممكن بقى ايه عشان نوفر الوقت نتبل الفراخ قبلها بيوم، ونيجي بس وقت الطبخ بنجهز الخضار ونحط عليه الفراخ وندخله الفرن بس كده، ما بتاخدش اي مجهود. نتبلها كويس. انا شايفين انا فاتحه فتحات في الفراخ كده عشان تدخل فيها التتبيله. هنحط بقى الفراخ نرصها على الخضار الروعه ده. شايفين شكله تحفه ما شاء الله. هي صينيه تطلع كده على السفره روعه. ممكن نستخدم معاها بقى ايه رز ابيض مثلا. هي فيها كل حاجه لانها فيها نشويات وكل حاجه، فيها بطاطس. ممكن ناكلها بس كده جنبها سلطه. نحط بقيه التتبيله على الفراخ، نوزعها عليها كده انها بتدي طعم حلو قوي التتبيله الروعه دي. ولو متبلينها قبلها بيهم بيبقى طعمها احلى. نرش بقى ايه معلقه زيت زيتون كده على الوش. لو ما عندناش نحط زيت ذرة عادي، الزيت المتوفر عندنا معلقه واحده بس. وندخلها الفرن درجه حراره 180، بتاخد ساعه لساعه ونص حسب حجم الفراخ. وبتطلع بقى بالشكل التحفه ده، ريحه ولا اروع. ومش مستخدمين فيها اي دهون، مستخدمين بس معلقتين زيت زيتون على كل الصينيه دي. فيعني اكله صحيه 100%. فيها الخضار، فيها النشويات، فيها البروتين، فيها كل حاجة، وجبة متكاملة وطعمها تحفة. يعني ازاي ناكل صحي وفي نفس الوقت ايه اكل يفتح النفس مش يسد النفس. يعني جربوا تقطعوا الفراخ كده من الظهر من ورا نصين كده، بتدي شكل احلى في الفراخ المشوية بالذات. شايفين انا قعدتها ساعة ونص في الفرن على حسب حجم الفراخ طبعا اللي هتستخدموها. وفي الاخر ممكن نولع عليها الشواية لمدة 10 دقايق، بتاخد بس التحميرة الخفيفة اللي فوق دي عشان تدينا الشكل التحفة ده. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة. اشوفكم في اكلة جديدة وبالهنا والشفا. مع السلامة.